اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع منجز. ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده هنتكلم مع بعض في فيديو عن الولاعه الزيبو. ناس كتير بتسالني ازاي املى ولاعه زيبو. مبدئيا هتحضر البنزين بتاعك، والبنزين اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده قلنا بينفع نستخدمه في الولاعات الزيبو، هو بنزين التنظيف. تعالوا كده نشوف بس مع بعض الولاعه سريعا كده. ولاعه زيبو ميد ان يو اس اي زي ما احنا شايفين كده. من تحت هنا هنلاقي علامه الاي ورقم 17. ويعني ايه الكلام ده؟ رقم 17 بترمز للسنة سنة 2017. علامة الاي ده شهر من شهور السنة. وممكن تلاقي اختلاف ما بين الارقام دي من جوه لبره على حسب السنة بتاعة اصدار الجراب نفسه والسنة اللي اتصنع فيها الكفر الداخلي او معلش اسف الجزء الداخلي بتاعها. هنلاقي هنا في الترتيب بتاع الحروف حرف الجي، واحنا عارفين ان حرف الجي طبعا بيجي بعد حرف الاي بيجي بعد حرف الجي. اما رقم 17 هي نفس السنه 2017. فده نبقى عارفين ان مفيش اي مشكله في الموضوع ده عادي جدا ان ممكن تبقى الحروف مختلفه عن بعض او السنين مختلفه عن بعض، سنه او اتنين او حرف رقم او رقمين، حرف او حرفين. ده عادي جدا مفيش اي مشكله فيه. ده يعني مش حاجه عيبه في الولاعه ولا بتاع، لان ممكن الجزء ده يتصنع ويتركن في المخازن لحد ما الجزء ده يتصنع. وبتبقى احيانا كتير بتحصل حاجات زي كده ان يبقى في فائض انتاج مثلا من الجزء دوت او الجزء ده على حسب الكميات اللي مطلوبه ان هي تطرح في السوق. طيب احنا كده عرفنا معلومه مهمه جدا هي موضوع الارقام والحروف، لان يعني الناس كتير جدا بتسالنا عنها. بعد كده هنملى الولاعه بالبنزين. ناس بتسالني اذا كان الولاعه ينفع عاملاها سبيرتو، ينفع عاملاها بنزين 92. كل الكلام ده ما ينفعش خالص خالص يا جماعه. لازم لو هنملى الولاعه هنملاها بنزين، ولو ما لقيناش بنزين زيبو هنجيب بنزين تنظيف. وده برده كويس جدا جدا جدا. هنجيبه منين؟ هنجيبه من اي بنزيمات مصر البترول، هتلاقي فيها بنزين اسمه بنزين تنظيف، يبقى لونه ابيض خالص زي الميه كده. خلاص. وطريقه الملو سهله جدا. مبدئيا انت بتبتدي ان انت تنزل بالقطاره داخل الولاعه بالشكل ده كده، بعدين تستنى شويه وبعدين ترجع تنزل تاني بالقطاره. ممكن تستخدم بقى سرنجه، ممكن تستخدم قطاره بتاعت اللي هي القطاره الطبيه ديت، تحط فيها بنزين شويه بشويه وشويه بشويه شويه بشويه لحد ما تلاقي القطنه اتبلت من بره. وما تعملش على طول باستمرار، يعني ما تفضلش دايس على طول باستمرار عشان القطنه تشرب البنزين واحده واحده. بعد ما شربت البنزين اوعى تجرب ان انت تولع وهي خارج الكفر بتاعها، لازم ترجع الكفر بتاعها تاني عشان تجرب الولاعه. تمام. ويفضل كمان ان انت تمسح ايدك وتمسح الولاعه. انا هجرب اهوت، همسحها معاكم بمنديل. جرب ان انت تمسحها بفوطه، تمسحها بمنديل، تمسح ايدك برضو عشان ما يكونش عليها بنزين، لان ده ممكن يسبب لك مشاكل ويخضك على الاقل. فيعني احنا مش عايزين اي حد يتخض ولا اي حد يحصل له اي مشكله. ويا ريت لو بتعمل كده ابعد انبوبه البنزين، لان البنزين سريع الاشتعال. جربنا كده مع بعض والولاعه شغاله وبكفاءه تامه ومفيش فيها ادنى مشكله. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش دوس لايك، سبسكرايب، عرف صباعك عننا واشترك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.